نروح بقى للنادي الاهلي. كنت قلت لكم قبل كده انه ومن غير ما اقول هو متوقع ان محمود متولي الراجل ما بيستعينش بيه على الاطلاق على الاطلاق. وكان تحدث عن بيكهام. الكلام ان هو قال كولر بالنسبه لمحمود متولي احنا نفسخ عقده بالتراضي خلاص في ظل الاصابات العضليه المتكرره للاعب وعدم مشاركته في اي مباراه خلال هذا الموسم. بالنسبه لكريم نيدفيد في محاولات لاقناع اللاعب بالخروج معارا للاستفاده من خدماته مستقبلا، لكن كريم نيدفيد بيرفض الكلام ده، والاقرب سيتم التعامل معاه بنفس طريقه متولي اللي هو ايه؟ فسخ العقد. الاهلي بيرفض الاستعجال طبعا في ابلاغ كريم نيدفيد قبل نهايه الموسم في ظل طبعا الحاجه الى خدماته في ظل النقص العددي بتاع خط الوسط. ما زلنا مع الاهلي. دخل النادي الاهلي في مفاوضات جاده وقويه جدا مع نادي البنك الاهلي من اجل شراء اسامه فيصل مهاجم الفريق والمنتخب الاولمبي. والحقيقه اسامه فيصل عامل ماتشين فيرود. فيرود. اسامه فيصل يا جماعه فيرود. انا بنطقها اهو بالفم المليان. اسامه فيصل فيرود. وخلي بالك هو في الزمالك سجل في الاهلي قبل كده ولاعيب تقيل، ما اعرفش الزمالك سابه ازاي الحقيقه يعني. مفاوضات الاهلي مع اسامه فيصل ما جاتش بعد تألق اللاعب في الاولمبياد، لا ده كولر كان حاطه قدامه من فتره طويله وطلب التعاقد معاه بعد ما رحب برحيل كهربا عن الفريق. الاهلي هيقاتل بقوه عشان يشتري اسامه فيصل من البنك الاهلي، خاصه ان البنك الاهلي بيرحب ببيع اللاعب ولكن باعلى سعر، خصوصا انه بيراميدز دخل على خط المفاوضات على نفس اللاعب، والحقيقه هو يستحق هنا وهنا. الاهلي عرض على البنك الاهلي خدمات اكتر من لاعب للحصول على خدمات اسامه فيصل. من ضمن اللعيبه اللي عرضها النادي الاهلي طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وبعض لاعبي فريق الشباب. لكن البنك الاهلي عايز مقابل لا يقل عن 30 مليون جنيه بجانب الحصول على توقيع 2 لعيبه من الاهلي يكون منهم احد حراس المرمى. عشان كده واللي احنا عرفناه ان الاهلي قد يفعل بند شراء محمود الزنفلي وهيتم اعارته لنادي البنك الاهلي اللي بيرغب في الحصول على توقيع حارس مرمى. ما زلنا مع الاهلي ايضا. الايام اللي فاتت دي يا جماعه تطورات كبيره جدا في ملف احتراف محمد عبد المنعم. وكيل اعماله عمل جلسه مع امير توفيق لمسك التعاقدات في الاهلي يعني عشان يعرف طلبات الاهلي الماديه للموافقه على رحيل عبد المنعم. الاهلي ببساطه كده قال لو عبد المنعم هيحترف في الخليج احنا عايزين 5 مليون دولار. يعني كام يا عمنا؟ يعني حوالي تقريبا 250 مليون جنيه مصري، او ممكن مبلغ اقل شويه اذا كان العرض جاي لنا من احد فرق اوروبا. كولر وافق على رحيل عبد المنعم بس اشترط ان يحصل على خدمات ثنائي نادي زد الدفاعي طبعا محمد اسماعيل ومصطفى العش. طبعا الاهلي حاليا بيترقب وصول عروض رسميه بالنسبه يعني لعبد المنعم عشان يفتح المفاوضات مع نادي زد عشان ياخد اسماعيل والعش. وطبعا خلي بالك ان الاهلي كان عايز ياخدهم في يناير اللي فات، لكن كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني الرائع لزد رفض وطلب تاجيل المفاوضات لنهايه الموسم. على طريقه بقى موديست. انتوا عارفين ان موديست اللي جابه وكيل اعمال كولر، وانا كنت اتكلمت في الحكايه دي وهو كان طلع علق، يعني مش عايز اقول علق عليا عشان ما حدش يقول لك يا عم هو سامعك. بيسمعنا. بيسمعنا، مش بيسمعني انا كمتها، بيسمع اعتقد الاعلام كله، بيجي له تقرير عن الاعلام بيقول ايه، والاجانب كلهم كده. عشان كده الاجانب اللي يشتغلوا هنا عارفين كل صغيره وكبيره. انا كنت كده شاورت كده من بعيد لما الاهلي جاب موديست بمليون وتمنمية الف دولار، لاعب عنده 35 سنه مش قادر يجري. فانا الحقيقه قلت على مين اللي جابه؟ لما استقصيت عرفت ان وكيل كولر هو اللي جابه.
انا مش عايز اقول حاجه يعني ماليش دخل بجابوا ازاي والحكايه والروايه، لكن هي صفقه بكل الاحوال فاشله، بدليل ان هم ما صدقوا السنه خلصت ومشوه. وكيل كولر بيعرض دلوقتي اللي هو جاب مودست، بيعرض دلوقتي لاعب جناح. لاعب ايه؟ جناح، جايبه من اوروبا زي مودست كده. وكولر قال انا موافق عليه. طب اللاعب ده هياخد كام يا سيدي؟ قال لك هياخد 1,500,000 دولار في السنه، بس كمان النادي بتاعه عايز 2 مليون دولار، يعني بتتكلم في 3,500,000 دولار، يعني بتتكلم في حوالي 180 مليون جنيه مصري، وهتشتري سمك في ميه. وخصوصا تجاربنا مع وكيل كولر ليست هي الافضل، يعني لانه الدليل مودست، يعني ما حد يقول لك حاجه قول له مودست، يبقى يعرف على طول ان ايه، بلاش من وكيل كولر ده. وجهه نظر.